السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. دايما كنا وعدناكم إن بيجي سؤال من موكل عندنا من أحد متابعي صفحتنا، وبنرد على الإجابة عشان الكل يستفيد. ولكن البرنامج اليوم مختلف شوية، على أساس إن اتكلم حد في قصة الأتعاب ومش الأتعاب، فاتفاجأت بسؤال غريب. سؤال ليا شخصيا انا استغربت ازاي يتناطق بنفس المنطوق اللي هو اتقال بيه. هو يا استاذ المحامي عمل ايه؟ او المحامي بيعمل ايه؟ بص، هو يعني ولا فيديو ولا 10 فيديوهات هقدر هشرح لك فيه المحامي عمل ايه او دور المحامي ايه. ولكن لو انت مش عارف ان المحامي ليه دور وهو اللي ربنا سببه ان يجيب لك حقك، ما كنتش انت هتجيله من الاصل. فمش بعد ما قضيتك خلصت ولا ربنا كرمك وخدت براءة وحقك رجع لك تيجي تسأل المحامي هو انت عملت ايه. المحامي ده الوحيد اللي بيشتغل معاك حتى وانت ميت. انت بعد ما بتموت المحامي ده اللي بيعمل لك الاعلام الشرعي. المحامي ده اللي بيورث التركه بتاعتك وبيوزعها وانت بتبقى بتتحاسب، وهو بيجي تتكتب عنده وصيه وتبقى سايب عنده وصيه وبيبتدي يعمل اعلام شرعي ويرفع حصه ميراثيه للورثه عشان كل واحد ياخد حقه. فما تجيش انت تقول لي دور المحامي ايه او المحامي عمل ايه او ليه الاتعاب بتاعت المحامي. انا ما بقولكش في الشغله بتاعتك دي انت تقاضيت كام او خدت كام عشان تيجي تقدر لي انت اتعابي. اكيد هيبقى لنا اكتر من فيديو في موضوع دور المحامي، ولكن انا اكتفي بالقدر ده على اساس ان اعرفك ان المحامي شغال معاك وانت عايش وشغال معاك وانت ميت، وهو اللي بيوزع التركه بتاعتك وانت ميت. والمحامي يقدر يعني معلومه يمكن جديده على البعض، ان ممكن تكتب في التوكيل ان التوكيل ده ساري حتى بعد وفاه الموكل. يعني ممكن يتكتب النص ده في التوكيل فيشتغل بالتوكيل سواء انت عايش او انت ميت. فما تجيش بعد ما قضيتك تخلص عشان تتنصل من قصة الاتعاب تقول لي المحامي عمل ايه. هنتكلم في موضوع دار المحامي في اكتر من فيديو، وانتظرونا في الفيديو.